صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة موضوعه هيكون عن ازاي تستعدي وتكون عندك كل حاجة موجودة لاستقبال مولود جديد. الفيديو ده هيكون على 3 اجزاء، لان انا اوريدي صورت قبل كده والحقيقه طلع كبير قوي الحجم بتاعه، فمش عارفه انزله، فهعمله على 3 اجزاء. الفيديو اصلا في صديقة من صديقاتي المتابعات طلبته مني، وهي هنا، وهي حامل خلاص قربت تولد ان شاء الله على خير. يا هنا تقومي بالسلامة يا رب وتبقي زي الفل انتي والبيبي. فطبعا بقول لها مبروك، وهي انسانة بجد انا اتشرفت بمعرفتها ومبسوطة جدا ان انا اتعرفت عليها. هي جزائرية فرنسية، مش عايشة هنا في مصر، هي عايشة في فرنسا. وانا طبعا بحاول ان انا اساعدها بافكار او ايه اللي ممكن تكون حاجات موجودة عندها للبيبي. فالف مبروك لاي واحدة حامل ومستنية بيبي ان شاء الله، وربنا يبارك في ولادنا كلنا، وربنا يرزق كل واحدة نفسها يكون عندها طفل ان شاء الله. ربنا يرزقك بالذرية الصالحة. اوعي تزعلي، اوعي يعني لازم ترضي، لازم اصبري، اعملي اللي عليكي، اسعي واعملي اللي عليكي، وفي نفس الوقت ارضي باللي ربنا كاتبه. انا مش عايزه اتفلسف كتير، مش عايزه يعني اقول كلام كبير وكده، بس انا بقول الكلام ده مش كلام من الهوا، كلام واحده عاشت التجربه دي واستنيت 8 سنين عقبال ما ربنا رزقني بابني. فانا حاسه بيكو. اهم حاجه ترضي وما تعرفيش الخير فين. يعني يمكن ربنا يديكي طفل يطلع مش كويس، يتعبك طول حياته وتبقي بتجري وراه في كل حته. يمكن ربنا يديكي طفل لا قدر الله في اي حاجه تعب او حاجه، فقلبك يبقى بيتقطع كل ثانيه عليه، فهيبقى وجعك وقتها اكتر من دلوقتي. انا كنت بقول لنفسي الكلام ده، عشان كده انا حبيت اقوله لكم. ان شاء الله ربنا يرزقكم بالذريه الصالحه ويبارك في ولادنا ويقوم الحوامل هم والبيبيهات بتاعتهم بالسلامه ان شاء الله. الفيديو ال3 اجزاء. اول جزء هيكون عن ايه الحاجات اللي المفروض تكون موجوده عندك في البيت علشان تجهزي، لانه وجود بيبي هيجي. الجزء التاني هيكون شنطتك وشنطه البيبي علشان المستشفى. الجزء الثالث هيكون ازاي تحمي البيبي وتغيري له اول مره. فهبتدي باول حاجه، انا كاتباهم في ورقه علشان ما انساش حاجه. من الحاجات اللي لازم تكون موجوده عندك في البيت، طبعا سرير للبيبي، والسرير ده محتاج ملايات، فهتجيبي ملايات بتكون في حاجات منقوشه وحاجات لطيفه كده للبيبيهات والاطفال، تحاولي تكون الملايه قطن 100%. وهتحتاجي ترابيزه غيار. انا عندي هنا واحده هوريها لكم شكلها ازاي. دي بتكون فيها بانيو وترابيزه في نفس الوقت تحطي البيبي عليها وبتغيري له عليها. هوريها لكم شكلها ازاي. هتحتاجي انا عن نفسي ما استخدمتش البانيو ده خالص ولا مره، ما يعني لخمني اكتر ما هو ساعدني. فانا كنت بحمي ابني على الحوض في سفنجه بتتباع في الصيدليات او اماكن اللي بتبيع مستلزمات بتاعه البيبي، هتلاقوا عندها السفنجه دي موجوده. بتكون سفنجه كبيره وبتاخد شكل البيبي، بتاخد شكل جسمه، بتحطيها في الحوض او في البانيو وبتفتحي الميه وتظبطيها وكل حاجه، وتحطي بعدين البيبي وبتسندي راسه على ايدك من هنا. اوكي، فالسفنجه دي موجوده في كل الصيدليات. هتحتاجي ليفه علشان يستحمى بيها. ليفه تكون حاجه سفنج كده، تكون سفنج ناعم. هتحتاجي طبعا شامبو وشاور ولوشن والكريم اللي هو بتاع الحفاض، كريم الزنك ده بتاع بتدينيه في منطقة الحفاض.
لو انت عايشه في مصر احسن كريم من وجهه نظري يعني سانوسان. حلو، ريحته حلوه، فعلا بيمنع الالتهابات خالص، وبيقعد وقت طويل، ما بيتمسحش بسرعه. فكريم الزنك ده مهم جدا عشان التهابات الحفاض. اوكي، هتحتاجي كمان بامبرز طبعا. هتجيبي مقاس بتاع حديثي الولادة. هتحتاجي فانيلات داخلية، دي بتاعة الصيف، تكون شكلها كده، ودي بكم بتاعة الشتاء وبرضو ليها كباسين من تحت كده. اوكي، الفانيلات دي هتكتري منها في الشتاء لانه الغسيل ما بينشفش طبعا زي ما كلنا عارفين، الا اذا عندك مجفف، فده موضوع تاني. يعني انا لما جيت وانا حامل ساعه ابني قالوا لي هاتي 6 بس كفايه عشان بيكبر بسرعه. طبعا ال6 ما كفونيش ولا حاجه، لانه هو بيلبس 2 فوق بعض، فادي هو كده لابس 2، لو غيرت له مره كمان يبقى فاضل 2، فطبعا ما كنتش ملاحقه على الغسيل ما بينشفش. فانا رايي كتري شويه من الفانيلات. وبمناسبه بقى اللبس، دايما تشوفي عشان ما تلبسيش ابنك هدوم كتير قوي في الشتاء، دايما شوفي انتي لابسه كام طبقه. انتي لابسه طبقه 2، لبسيه هو واحده زياده يبقى هو لابس 3. اوكي، وهكذا. يعني انت شوفي انتي نفسك لابسه كام طبقه، هو يلبس ازيد طبقه عشان ما يبقاش لابس كتير قوي فيبقى جسمه سخن فيعيا بسرعه، يعني انت كده مش بتحافظي عليه، فزودي قطعه بس. بعد كده بافيتات او اللي هي مريالة الصدر دي، هي دي مش هي دي اللي انا اقصدها، هي دي بتاعه الاكل. التانية بتكون شكلها كده، بتكون صغيرة ما عندهاش كمام، بتكون شكلها كده يعني تقريبا بتبقى صغيرة قد كده وبتتربط من ورا. طبعا هدوم خارجية يعني سالوبتات وحاجات للبيت وحاجات للخروج. كمان شرابات قطن، عشان لو في ساعات زي ده مثلا السالوبات ده رجله مش مقفولة من تحت، فيبقى لابس شراب عشان رجله تتدفى. ده اول شراب على فكرة ابني لبسه، صوصه صغنن ازاي. فوط بتاعة القشط، الفوط دي بتكون شكلها كده، بتكون قطن كده او ايا كان يعني، بس يفضل انها تكون قطن عشان لو مسحتي بقه. دي ايه لازمتها وايه هو اصلا القشط؟ البيبي لما بيرضع بيحتاج يعني سوري بيبلع هواء مع الرضاعة، فاحنا بناخد البيبي بنحط دي الاول على كتفنا كده، وبعد ما بنخلص رضاعة بناخد البيبي بنخبط له على ظهره بالراحة، فبيبتدي الهواء ده يطلع، فبيطلع معاه اللبن الزيادة، فبينزل بقى هنا بدل ما ينزل على هدومك وعلى هدومه ويوسخ الدنيا. فدي بتكون انسب حاجة يعني، دي تشيليها تغسليها خلاص. فدي ممكن مثلا هاتي منها 6 ولا حاجة. اوكي، ترمومتر، لازم يكون عندك ترمومتر. كان البيبيهات وهما صغيرين قوي بتحطيه تحت باطه، وتقريبا الشمال، مش عارفه اشمعنى الشمال، بس ده اللي انا فاكراه يعني. انا ابني دلوقتي 4 سنين فمش فاكره قوي، بس يعني تقريبا تحت باطه الشمال بتقيسي الحراره. هتحتاجي كمان كحول للسره، ويفضل ان هو يكون كحول اللي هو السبراي ده، مش اللي بيتنقط كده. بيكون افضل يعني على انك ما تمسكيش السره خالص، انتي بترشي عليها وبترفعيها تلبسي البامبرز وتخلي السره لبره. هي تقريبا بتقع في خلال اسبوع، 10 ايام بالكتير بتكون وقعت. هتحتاجي طبعا كوفرتات لو انتي في الصيف، لو انتي في الشتاء بطانيه للخروج هتلفي بيها وانتي خارجه، بطانيه للبيت علشان يتغطى بيها وهو نايم. طواقي قطن، دي ما تكتريش منها قوي يعني، 4 بتهيألي كفايه. بس اهم حاجه تكون قطن، ما تقوليش احنا في الشتاء فجيبي له حاجه صوف او حاجه، لا طبعا البيبيهات كل لبسهم نحاول هو يكون قطن. كمان البيبرونات، لو هترضعي صناعي
هتبقي محتاجه 3 ل 4 ببرونات. ممكن تبقي لو هترضعي طبيعي هتحتاجي قدام شويه ببرونه للاعشاب برضو. هتحتاجي تتينة او اللهاية او السكاتة. هي دي الاسامي اللي انا عارفاها، مش عارفه اسمها ايه تاني. دي ميزتها ان هي هتهدي الطفل شويه من دي اللي بيقعدوا يصوصوا كده طول الوقت، هتهديه شويه. لو انتي هتساعده ينام شويه احسن. لو انتي في طياره هتقلل شويه الضغط بتاع اللي بيحصل في الودان، بيبقى احنا الكبار بيبقى مضايقنا، فدايما بناكل لبانه او حاجه، فهي اللبانه بتاعه البيبيهات هي التتينه. المساوئ بتاعه التتينه ان هي ممكن تتلوث بسرعه جدا، فتعمل عدوى تجيبله في بطنه وبعد الشر يعني عدوى ميكروب او كده، فطبعا لازم تحافظي على نظافتها طول الوقت. يقال، ومش عارفه المعلومه دي صح ولا غلط، ان هي بتاثر لو استخدمناها كتير كتير، بتاثر على الاسنان، بتبوظها يعني. انا واحده من الناس ما خدتش تتينه وانا صغيره واسناني بايظه عادي يعني. المهم هتحتاجي عربيه للبيبي، هتحتاجي شنطه تحطي فيها حاجته وانتي خارجه، في دلوقتي شنط شيك قوي ولطيفه. هتحتاجي مقص او قصافه بتاعه البيبيهات وفرشه شعر. بس كده، ده كل حاجه عن انتي محتاجه يكون عندك ايه في البيت. وخليكم معايا عشان تشوفوا الجزء التاني. انا بس هوريكم دلوقتي الترابيزه بتاعه الغيار دي شكلها بيكون ازاي. بيكون شكلها كده. دي بتكون سفنج، وهنا بتحطي بقى فوطه علشان تحطي عليها البيبي. هنا ده المفروض بانيو، بس انا دلوقتي حاطه فيه حاجات، مخزنه فيه حاجات، مناديل بتاعه التواليت وكده وشامبوهات الزياده. وهنا المفروض دي علشان تعلقي عليها الفوطه بتاعته. وهنا برضو بتخزني باقي حاجته، بامبرز، كريمات، الحاجات دي كلها. انا كده خلصت الجزء الاول، فخليكم معايا علشان ان شاء الله تشوفوا الجزء التاني كمان. تابعوني.